يعني معناها انت تأذيت بالحب. اي طبعا. يعني ورا استاذ سرور قصه. اي طبعا بالبدايه على المهرجان سؤال واحد، انه شنو رايك كتجربه اولى بالمهرجان، وكنت انت من الملحنين احد القصائد اللي انقرت؟ الاولى. الاولى. نعم. والله رجال ممتاز ولطيف وجميل. اشتقنا الى هذا الابداع اللطيف الحقيقه. كنا نورنا وانا كنت اول واحد، قالوا لي نورت، فهذه كافيه. الله يحفظك، الله يحفظك، انت دائما منور الدنيا. الله يسلمك. والله منور الدنيا. الله يسلمك. لان انت مبدع. اشكرك. اي. اشكرك. اكو قصيده تلحنت للسيد ياس خضر رحمه الله عليه. شنو كانت القصيده؟ شكرا يا عمر، عديتني ايش تسلم. تعني لك هاي القصيده؟ هاي اخر عمل ويا الصبر. الله يرحمه. الله بس هاي انا ادري بيها مأثره. يسلمك. زين ايش قد هاي طولت تلحين؟ ايش قد طول تلحينها؟ الحين ما طول اسبوع. زين كان التعامل ويا السيد ياس خضر مريح لو صعب السيد ياس؟ لا هو مريح، بس هو احيانا صعب. من استاذ كانت احلى قصيده لحنتها تحبها انت روحيا؟ صبرني. صبرني. زين ايش معنى هالقصيده؟ ايش معنى هالقصيده؟ اي حلوه جميله. سجلتها الصوت ممتاز اللي هو احمد نعم. زين استاذ، قصيده تحسها انه تخلدك، يعني تعني اسم سرور، من يذكر سرور تنذكر هذه القصيده. مع افضل الالقاب والمسميات. شلك عليها الزمن. الله. يعني معناها انت تأذيت بالحب. اي طبعا. يعني ورا استاذ سرور قصه. اي اكيد. نسال الله يطيل بعمرك ويوفقك. اكو اعمال قادمه؟ اكو. ننتظر ان شاء الله. خلينا مفاجاه لو تعلن ان شاء الله. تنويه بسيط للمتابعين. ان شاء الله عندي اعمال جميله جدا. ان شاء الله. وان شاء الله ترتاحون منها. والله احنا لان انت انسان متجدد مختلف، الوان مختلفه وجميله ورائعه، ماكو تكرار ممل. اتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك. وانا سعيد جدا. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.